ناس كتير اول ما تسمع ADHD تقولك ده بتاع الاطفال اللي مش بيسمعوا الكلام ويجروا كتير، بس الحقيقة الموضوع اكبر من كده بكتير. من 1700 من القرن ال18 أطباء في أوروبا كتبوا عن ناس أطفال وكبار بيعانوا من تشتت واندفاع وصعوبة في التركيز، ملل سريع، صعوبة في التنظيم، بس وقتها ما كانوش لاقيين له اسم، يعني ما كانش اسمه ADHD. وسنة 1902 دكتور اسمه جورج ستيل وصف ناس عندهم خلل في ضبط النفس، وقال إنهم مش مسألة تربية، ده في فرق في الطريقة اللي بيشتغل بيها المخ، يعني هم مش قلالات الأدب ولا عايزين يعملوا كده. وبعد سنين طويلة من الأبحاث اتسمى رسميا ADHD في الثمانينات، وابتدينا نفهم ان هو مش بس للأطفال، مش نتيجة كسل، مش نتيجة قلة إرادة، مش حالة مؤقتة بتروح لو الشخص كبر، ومش كل اللي عندهم ADHD على فكرة شبه بعض. وده مشكلة جامدة جدا. الناس أول ما بتسمع ADHD بتبقى نمط كده ثابت بالنسبة لهم، بس في الحقيقة واللي احنا محتاجين نفهمها، في ستات بيكتشفوا ان عندهم ADHD في الثلاثينات او بعد حتى ما يبقوا امهات، وفي رجالة كتير بيعيشوا حياتهم كلها وهم فاكرين انهم مهملين او كسالة، بس لما بيعملوا التشخيص بيتغير كل فهمهم لنفسهم. ال ADHD ليه أشكال، مش مشاكل، ليه أشكال مختلفة وبيظهر بطرق مختلفة عند الستات والكبار. ساعات بيبان في التأجيل، الأوفر ثينكينج، في عدم التنظيم، الإرهاق الذهني، العصبية، النسيان، وضعف الثقة بالنفس. بس لو حسيتي انك مش قادرة تكملي مهامك، دايما مجهدة ذهنيا، بتأجلي كتير وبتلومي نفسك، ممكن تكوني محتاجة تشوفي الصورة كاملة. مش دايما المشكلة فيكي، ممكن يكون في سبب علمي ورا اللي بتحسي بيه، فدايما لازم تستشيري مختص. هعمل قريب فيديو جديد على اليوتيوب، مراحل تطور العلماء، عشان هو مش موضة، من 1700 لحد النهاردة. متنسوش تشتركوا في القناة، هسيب لكم اللينك في اول كومنت.